السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من فنون أمين. حلقة بسيطة لكن أحداثها كتير. الحلقة هنبدأها طبعا، ما تنساش اللايك للفيديو والشير، تنساش الاشتراك في القناة. أكون شاكر ليكم لو تكونوا معنا أصدقاء على القناة وتشاركونا الحوار. بداية، خب عيالكم أبو ريدة جالكم، ده هي لا يكون ماهوش ناس القديم. ابو ريدة شكله مخزن للعميد. نبدأ اخبارنا النهاردة. طبعا في اولى مباريات الاسبوع الرابع في الدوري المصري، سيراميكا يكتسح ويقسو على مودرن سبورت 4 أهداف مقابل هدف. زلاكا اول هاتريك في الدوري لزلاكا في سيراميكا. زد يفوز على حرس الحدود 2-0. حرس الحدود بيكتب نهايته مبكرا جدا في الدوري المصري. مجزرة في الدوري الانجليزي، الارسنال في الشوط الاول، وخلي بالك انا بعمل الفيديو دلوقتي معاك في الشوط الاول استراحة، 5-2. الارسنال عامل مجزرة على ويست هام في الدوري الانجليزي، بنهاية الشوط الاول 5-2. الزمالك يستأنف على حكم ايقاف القيد لباتشيكو في المحكمة الفيدرالية عشان يوقف ايقاف القيد. الزمالك تاني يستأنف على حكم باتشيكو عشان يوقف حكم ايقاف القيد عشان يقدر يجيب صفقات في الشتاء، صفقات يناير في الزمالك. الزمالك يستأنف تاني على حكم باتشيكو في المحكمة الفيدرالية. في العيد 125 لبرشلونة، لاس بالماس يقسو على برشلونة في ملعبه 2-1. العيد بدايته شؤم. السنة 120 شكلها تقيلة على برشلونة. نبدأ بقى في أخبارنا القوية جدا. أبو ريدة طلع اللي في قلبه واحدة واحدة. ابو ريدة عمل النهارده طبعا زي ما احنا عارفين وقايلين ان ابو ريدة هو رئيس اتحاد الكرة المصري، مع بعض من اعضائه او مع قائمته بالكامل، بالتزكية، بالتعيين، بالعافية، باللي انتوا عايزين تقولوه قولوه. ابو ريدة رئيس لاتحاد الكرة المصري 4 سنوات من جديد. ابو ريدة قال في اول المؤتمر الصحفي ان هيفور وهيشيل كل اللجان الموجودة في مجلس اتحاد الكورة، يعني هيغير المدير التنفيذي. وكلنا نحط المدير التنفيذي ده، هل هيقدر عليه ابو ريدة ولا الوزير هيتدخل؟ هنشوف. هيغير اللجان، الانضباط، الاستئناف، لجان. طبعا هو كده كده حط في لجنة جديدة، لجنة المسابقات جديدة. هيغير لجان كتير. هل هيغير لجنة التحكيم ولا هيستمر؟ لكن في بعض اخباره قال ان الاهلي والزمالك والاندية كتير متفقين عايزين خبير اجنبي. طيب هل ابو ريدة هيقدر ينجح انه هيجيب خبير اجنبي جديد او قوي يفيد لجنة التحكيم؟ انا مع ياسر عبد الرؤوف لو استمر بهذا النظام القوي على الحكام بتوعه. هنشوف والايام هتحكم. هل ابو ريدة هيلغي منتخب 2010 اللي لسه وائل رياض ماسكه من مدة بسيطة بعد ما ساب او خلوهم يسيب منتخب الشباب اللي بقاله كذا سنة معاه؟ هنشوف، الايام هتحكم. لكن ابو ريدة قال في بعض التصريحات له، تصريحات مهمة لابو ريدة. ابو ريدة قال هنبدأ فورا في مخاطبة الجهات لعودة الجماهير بشكل كامل. هنبدأ مخاطبة الجهات لعودة الجماهير بشكل كامل. هل هينجح ابو ريدة ان يخلي الجماهير ترجع بشكل كامل في مباريات الدوري ولا لا؟
اجتمع مع الرابطة وقال ان حددنا كل بنود الرابطة وحابب يحطها لجنة في قلب اتحاد الكورة. هل ابو ريدة هيحط الرابطة في لجنة في اتحاد الكورة ولا الرابطة هتبقى متحكمة؟ هنشوف. لو الرابطة تنتها متحكمة اذا اتحاد الكورة مش هيبقى له مسؤوليات غير على المنتخبات بنسبة كبيرة، والدوري بعض الاشياء، وكاس مصر. هل ابو ريدة هيسيب الفترة دي او الصورة دي لاحمد دياب، ولا ابو ريدة هيسيطر على كل شيء في الاتحاد؟ طبعا من تصريحات هنا ابو ريدة برضو قال لك احنا هنخاطب الشركة الراعية وتذكرتي في الاجهزة المختلفة لمناقشة ومعالجة اسباب احجام حضور الجماهير للمباريات زي ما احنا قلنا. طبعا قال لك طبعا احنا عايزين حكام اجانب لكن عندي ثقة كبيرة جدا في الحكام المصريين. نيجي بقى في اهم تصريح لهاني ابو ريدة. لما سألوه عن حسام حسن، لما سألوا هاني ابو ريدة على حسام حسن وتصريحاته ضدك زمان بعد ما انت سبت المنتخب، سبت اتحاد الكورة قبل ذلك ومشيت، قال لهم رد كبير جدا وصاعب جدا لحسام حسن، والرد ده هيبقى عليه ردود تانية من حسام. هل هنشوفها اليومين الجايين ولا من بداية كده ابو ريدة يعلن الحرب على حسام حسن وابراهيم؟ ابو ريدة اعلن الحرب على حسام حسن وابراهيم مبكرا وقال انا مش هرد على الكلام الصغير ده، نقطة ومن اول السطر. يعني معنى كده يا كابتن هاني ابو ريدة، باشمهندس هاني ابو ريدة، ان كلام حسام حسن الصغير ده بمعناه ان حسام وابراهيم صغيرين فمش هترد عليهم؟ وقال احنا بينا نتائج المباريات. جالك حسام، جالك ابو ريدة يا حسام يا حسن. هل الاعلام هيكمل مساندة لحسام حسن؟ هل الاعلام والسوشيال ميديا هتهاجم ابو ريدة عشان تخليه يرجع للوراء خطوتين ويقف مع حسام حسن زي اللي قبله؟ هل الوزير هيتدخل بين الاتنين ويصلح ويشيل الفتيل الحرب اللي هاني ابو ريدة من بدري قوي اعلنها؟ ما اظنش. هاني ابو ريدة اعلن حرب مبكرة على حسام حسن. مش هرد على الكلام الصغير بتاعك، ومش هسيبك في حالك، ومش هيسيبك في مكانك في مدير فني لمنتخب مصر الا النتائج. كده مبكرا ومبدئيا حسام حسن مش مكمل مع منتخب مصر. خلوا الكلمتين دول قدامكم، حسام حسن مش مكمل مع منتخب مصر. ابو ريدة يسن السكاكين لحسام حسن. ابو ريدة ولع الدنيا نار مع حسام حسن مبكر. هل حسام هيعمل فيها سبع البرومبا ويطلع يرد على ابو ريدة؟ سواد الليل هيبين كل شيء. يعني هل في تصريحات او تسريبات لحسام حسن النهارده ليلا على كلام ابو ريدة؟ هنشوف. انا بقولها لكم من دلوقتي، من 30 نوفمبر 2024 سجلوا دي، 30 نوفمبر 2024 الساعة 9 مساء ابو ريدة او حسام حسن مش هيكمل في منتخب مصر بفعل فاعل. بفعل مين؟ بفعل فاعل لهاني ابو ريدة. ابو ريدة هيتلكك لحسام حسن على اي شيء، على الاداء، على النتائج، واحنا الحمد لله نتائجنا كويسة مع الفرق المتوسطة، مش هنقول الضعيفة، ولكن الاداء مفيش اداء. هل ابو ريدة
هيبقى في اجتماع بينه وبين حسام حسن والوزير هيتدخل زي ما اتدخل بين حسام حسن ومحمد صلاح؟ هل هيبقى في جبهة مشتركة بين محمد صلاح وابو ريدة ضد حسام حسن؟ ده اللي هتكشفه الايام بينا. ولكن ابو ريدة يعزم على عدم بقاء حسام حسن. ابو ريدة ما نسيش كل الكلام اللي حسام حسن قال عليه. قال زي ما نفكركم ان حسام حسن هاجم ابو ريدة كتير، وقال لك على الناس القديمة والوجوه القديمة عليها ان يعني تعدم او يعني تطير او تتنسف او تتمسح او تمحى. ده قلت لكم كلام حسام حسن كله من على وش الارض في اتحاد الكرة وفي الرياضة المصرية. جالك ابو ريدة يا حسام يا حسن. دي كانت اخبارنا البسيطة. نشوفكم بكرة بعد مباراة النادي الاهلي ان شاء الله. ما تنساش قبل ما تعمل لايك والشير تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اكون شاكر ليكم. السلام عليكم.